ازيكم في حلقة جديدة من قناة كروشيه دودو. اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنتعلم نعمل مع بعض مفرش. هو مفرش بصراحة بسيط جدا جدا وكمان سهل قوي وهتخلصوه في اقل يمكن من ساعة كمان، وهو بيدينا مساحة كبيرة وكمان من المفارش اللي هي الجامدة مش الطرية اللي هي بتتني بسرعة والكلام ده كله. زي ما انتوا شايفين كده هو ده المفرش اللي احنا هنعمله النهاردة. انا بصراحة سميته كده اللي هو مفرش خلية العنكبوت، لان هو شكله شوية بيدي ايحاء كده بخلية العنكبوت. تمام. انا عارفة ان ممكن ناس تانية يكون عندهم تسميات تانية للمفرش ده، ولكن انا افتكست الاسم ده بصراحة عليه. ماشي. لو انتي حابة تستخدمي الخيط اللي انا استخدمته هتلاقي الخيط دوت ثابت جدا جدا معاكي، وكمان هيبقى سهل لو انت عايزة تكويه بعد كده. لو عايزة تظبطي الاحرف بتاعته بالكوي والكلام ده كله هيبقى حلو جدا معاكوا، ولكن ما تكويش الحاجة مباشرة. دايما حطوا قماشة كده ويكوه عليها الحاجة او حطه تحت مرتبة سرير وهو يتفرد لوحده. هو اوريدي مفروض، لكن لو انتوا عايزين الاحرف بتاعته تتفرد اكتر تمام مفيش مشكلة. المفرش كمان مساحته اساسا كبيرة وهنشوفه مع بعض دلوقتي على المازورة، ولكن خلينا نحضر كده حاجة نشربها على السريع. ماشي. ولو انتوا مدمنين قهوة زي حالاتي فاكيد انتوا بتستنوا تفطروا عشان خاطر تشربوا القهوة. تمام. فانا عملت كده كابتشينو، حاجة مؤقتة لحد ما نعمل القهوة ونشربها. ماشي. فلايك كده على السريع واشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجة الخيط اللي انا استخدمته الخيط الاصفر ده هو خيط اسمه زين. الخيط ده مكرمية مقاس 1.5. ماشي. مناسب جدا جدا للمفارش، والخيط ده سميك شوية فهو مش زي الاليز ديفا ولا حاجة، مش في نفس الرفة بتاعه، هو اسمك حاجة بسيطة. خلاص. تمام. وكمان بيدينا وسع للحاجة، يعني من اقل كمية في الخيط بتلاقي الحاجة فردت معاكي. نفس الحكاية ده اللون التاني اللي انا هستخدمه اللي هو اللون الاساسي بتاع المفرش بتاعي. اللون ده تقريبا هو اوف وايت، مش ابيض زي ما هو ظاهر معاكم. اللون اللي انا استخدمته ده كان كافيه، اللي انا استخدمته في المفرش ده انا هعمله واحد زي بالظبط بس هعمله باللون الابيض. خلاص. وهنعمل الاحرف بتاعته باللون اللي هو اصفر شوية كده، بس هو يعني هو اغمق من الصورة بصراحة، الصورة مفتحاه شوية. ماشي. بصوا كده المفرش معانا، خلينا نقيسه كده بالمازورة واوريهولكوا هو مقاسه قد ايه. ماشي. عشان بس تعرفوا عدد السطور القليل، احنا نعمل عدد سطور قليل جدا ولكن هيدينا وسع كويس قوي. ماشي. بصوا يعني ده العرض كده بتاعه تقريبا، يعني العرض بتاعه بيدي كده 33-34 سنتي. ماشي. والطول بتاعه هتلاقوه في نفس الرينج، هتلاقوه اللي هو برضو 32-33 حاجة كده يعني. ماشي. طيب. الخيط دوت موفر قوي، يعني موفر بشكل غير طبيعي. ماشي. نكمل باقي الادوات كده، وهنستخدم طبعا ابرة مقاس 3.5 معانا زي ما انتوا شايفين كده، وما ننساش طبعا المقص بتاعنا. انا بحاول ابين لكم الابره، يعني انا حاسه ان هي مش باينه قوي فببين لكم المقاس بتاعها يعني. المهم يعني، وكمان هنستخدم المقص، ولو عايزه ابره تنظيف برضو مفيش مشكله، بس احنا هننضف الخيط معانا اول باول. ماشي. والمازوره لو انتي حابه تقيسي باستمرار، وممكن كمان تجيبي علامه لو في حد بيتوه يعني في بدايات السطور وكده، ممكن يجيب اي علامه يحطها. ماشي. هنبدأ بقى كده نحاول نفك في الخيط. الخيط دوت بيبقى متني بس كده، يعني بيبقى الطرف بتاعه متني جواه كده، فيعني عشان بس ايه محدش يتلخبط، هو الطرف بتاعه بيبقى اهو كده زي ما انتوا شايفين. تمام. تشدي الطرف كده بالراحة هتلاقي الخيط فك معاكي وزي الفل يعني. نحط بس الخيط كده على جنب ونبدأ نعمل عقدة البداية، وهنطلع ب8 سلاسل. دي اول حاجة هنبدأ نشتغلها. ماشي. هنعمل عقدة البداية ونطلع ب8 سلاسل. بعد كده هنقفل في اول سلسلة من ال8 سلاسل. ماشي.
وهناخد معانا الخيط اللي هو الاولاني القصير ده عشان ننضفه اول باول. بعد كده هنطلع ب3 سلاسل وهنعمل 15 عمود بلفة. ماشي، انا طبعا عشان الوقت هعمله لكم ونرجع مرة تانية. خلاص، وهناخد معانا الخيط الصغير ده عشان ننضف الخيط اول باول ما يتبقاش معانا حاجة. انا كده عملت ال15 عمود بلفة طبعا دول لوحدهم، والثلاث سلاسل بالثلاث سلاسل يبقوا كده 16 عمود. ماشي، عشان احنا بنعد الثلاث سلاسل كأنهم ايه، عمود بلفة. هنقفل في اول سلسلة من الثلاث سلاسل اللي احنا عملناهم. لو في حد بيتلخبط فيحط العلامة في اول 3 سلاسل هو عملهم. ماشي، بعد كده هنطلع ب3 سلاسل، وبعد كده هنيجي على اول عمود عندنا وهنعمل فوقيه عمود بلفة. ماشي، بعد كده هنعمل 2 سلسلة وندخل وفي العمود فوق العمود التاني. ماشي، نعمل عمود برضو. ماشي، ونشتغل برضو في العمود اللي بعده عمود فوق عمود يعني. ماشي، وبعد كده 2 سلسلة، وبنفس التسلسل ده هنشتغل 2 عمود بلفة. بعد كده نشتغل 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة. ماشي، لحد نهاية السطر. مش هنسيب اي حاجة مش هنشتغل فوقيها، كل الاعمدة اللي عندنا هنشتغل فوقيها. خلاص، بس هكملهم وارجع لكم برضو مرة تانية. خلاص كده احنا تقريبا فاضل لنا كده عمودين اهو بنعمل فوقيها، اخر عمودين تقريبا معانا. هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، بعد كده هعمل 2 سلسلة. ماشي، الحتة الاخيرة ديت ده غرزة القفل اللي هي غرزة المنزلقة اللي احنا قافلين بيها في ال3 سلاسل اللي قبل كده، عشان بس محدش يتلخبط ويعمل فيها عمود ولا حاجة. ماشي، انتي دلوقتي لو عديتي الاعمدة اللي انتي عاملاهم هتلاقيهم 16 عمود، فكده تتأكدي ان شغلك مظبوط. ماشي، تمام. بعد كده نعمل 2 سلسلة ونقفل في ال3 سلاسل الاولين، نقفل في تالت سلسلة معانا بغرزة منزلقة. ماشي، انا سريعة شوية ولكن كل الغرز والحاجات ديت طريقتها موجودة عندنا على القناة، فممكن ابقى احطها لكم ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو. ماشي، بعد كده طلعنا ب3 سلاسل وعملنا فوق العمود عمود برضو بلفة. ماشي، هنبدأ دلوقتي نطلع ب3 سلاسل، وبعد كده هنشتغل فوق العمود برضو عمود بلفة. ماشي، وفوق العمود التاني عمود بلفة. خلاص، يبقى احنا كده هنعمل ما بين كل عمودين والتانيين هنعمل بينهم ايه، 3 سلاسل. يبقى الفرق بين السطر اللي فات والسطر دوت، السطر اللي فات كنا بنعمل 2 سلسلة، السطر ده هنعمل 3 سلسلة. ماشي، طب انا هكمل السطر ده وهكمل كمان السطر اللي بعده. السطر اللي بعده هيبقى بنفس التسلسل بالظبط، بس الفرق اللي بين كل عمودين 6 سلسلة. ماشي، فهكملهم وارجع لكم مرة تانية. تمام، انا كده اهوت عملت السطرين زي ما انتوا شايفين. يبقى السطر اللي قبله دوت كان 3 سلسلة، والسطر اللي بعد كده دوت 6 سلسلة. ماشي، بعد كده نطلع ب3 سلسلة. ماشي، احنا كده طلعنا ب3 سلسلة، وبعد كده عملنا فوق العمود عمود بلفة. بعد كده هنعمل 2 سلسلة. ماشي، هنبدأ بقى نشتغل فوق ال6 سلسلة دول، هنشتغل فوقيهم 4 عمود بلفة. خلاص، تمام. ادي 1 ادي 2 3 4. ماشي، اهو كده احنا خلصنا ال4. بعد كده المفروض اللي احنا هنعمل 2 سلسلة، وهنروح على العمودين التانيين هنعمل فوقيهم 2 عمود بلفة.
وهيبقى بنفس التسلسل دوت. بعد الاتنين عمود بلفة هنعمل 2 سلسلة، بعد كده هنروح عند ال6 سلسلة دول نعمل فوقيهم 4 عمود بلفة، وبعد كده 2 سلسلة، وبعد كده نعمل عمودين بلفة. نفس التسلسل ده في كل السطر اللي باقي. خلاص زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. فانا اختصارا للوقت هكمل بقية السطر وارجع لكم مرة تانية. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت اهو السطر. ما يهمكوش الحتة اللي قدام دي قبة شوية كده، ماشي، هي هتتفرد يعني مع الوقت كده، هتلاقوها اساسا اتفردت، وبأي مكوى برضو بعد ما نخلص الشغل بنفردها عادي. ماشي. بعد كده هنرتفع ب3 سلسلة. ماشي. بعد كده هنعمل فوق العمود عمود بلفة. ماشي. بعد كده هنعمل 3 سلسلة، وهننقل بقى على ال4 أعمدة اللي احنا عملناهم، وهنشتغل في أول عمود بس مش هنطلع من كل الغرز، هنسيب كده زي لفتين كده على الإبرة، مش هنطلع من كل اللفات يعني، وهنشتغل في تاني عمود وبرضو نفس النظام، وبعد كده هنلف الخيط على الإبرة ونطلع من ال3 لفات مرة واحدة. ماشي. يعني اشتغلنا العمودين الأولانيين مع بعض. بعد كده هنعمل 3 سلسلة. بعد كده هدخل على العمود الثالث. ماشي. خلاص اهوت نفس النظام اللي انا عملته في العمود الاول والعمود التاني هعمله في العمود الثالث والرابع. ماشي. هشتغلهم هما الاتنين كده مع بعض. ماشي. بعد كده هلف الخيط على الابرة وادخل في العمود الرابع، هلف الخيط واطلع من اول فتلتين، بعد كده هلف الخيط واطلع من ال3 مع بعض. ماشي. بعد كده هعمل 3 سلسلة. 3 سلسلة وانقل على ايه بقى؟ انقل على العمودين، اعمل فوقيهم عمودين برضو. ماشي. يبقى هو تسلسل كده ثابت بشتغله برضو في باقي السطر كله. الخيط ده ناشف معانا فهو حلو جدا للمفارش زي ما قلت لكم في بداية الفيديوهات يعني، او في بداية يعني الفيديو دوت. ماشي. بنفس الطريقة بكمل بقية التسلسل اللي انا عملته في دوت بكمله في الباقي كله. خلاص انا هكمل وارجع لكم مرة تانية. خلصت السطر اهو زي ما انتوا شايفين، وعملت 3 سلسلة، وهقفل في اول سلسلة من ال3 اللي انا بادئه بيهم السطر. ماشي. هقفل بغرزة منزلقة وهطلع ب3 سلسلة بنفس الطريقة، وهشتغل في اول عمود عندي عمود بلفة. تمام. بعد كده هطلع ب السطر اللي قبله انا عاملة 3 سلاسل، فالسطر ده المفروض اللي انا هطلع ب4 سلاسل، 2 3 4. ماشي. بعد كده هبدأ اشتغل في الفراغ اللي ما بين الاعمدة. ماشي. فالمفروض اللي انا هشتغل عدد من 5 اعمدة بلفة. ماشي. دي 1، دي 2، اتمنى اللي يكون الشرح واضح وتكونوا يعني مستفيدين بالفيديو. ولو استفدتوا بالفيديو ما تنسوش اللي انتوا تدوسوا على زرار اللايك وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله على القناة. ماشي. انا كده عملت ال5 اعمدة. بعد كده عايزة بقى انقل على العمودين اللي انا اعمل فوقهم عمودين، فهعمل بنفس التسلسل. هعمل كام سلسلة بقى؟ هعمل 4 سلسلة، وهنقل على العمودين دول وهعمل فوقيهم عمودين بلفة. ماشي. المفروض انا همشي بنفس التسلسل ده. بعد العمودين بلفة هعمل 4 سلسلة، بعد كده هنقل على الفراغ اللي ما بين الاعمدة اعمل فيه 5 عمود بلفة، وبنفس الطريقة ديت في كل السطر. هكمل السطر وارجع لكم مرة تانية. ماشي. كملنا السطر اهوت، وهنبدأ نقفل بغرزة منزلقة في اول سلسلة من ال3 سلاسل.
ماشي. بعد كده هنعمل عمود بلفة فوق العمود، فوق اول عمود عندنا. بعد كده هنعمل برضو اربع سلاسل. ماشي. وهننقل على طول على ال5 أعمدة اللي احنا عاملينهم، وهنشتغل فوق اول عمود بلفة، ما فيش اي تزايد. هنشتغل فوق عمود فردي، وهنشتغل في تاني عمود بنفس الطريقة. اما العمود التالت بقى هنشتغل فيه عمود. بعد كده هنطلع ب3 سلاسل. ماشي. هنطلع ب3 سلاسل اهو. بصوا العمود التالت ده هنطلع ب3 سلاسل، وفي نفس العمود فوق نفس العمود هو هندخل فيه ونعمل عمود بلفة برضو. وفي العمود التالت، في العمود الرابع والخامس هنشتغل فوقيهم أعمدة فردية عادية خالص. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هعمل 4 سلسلة، والخيط بس بيجري مني فبعدله. اهو انا كده بشتغل في العمود الخامس. ماشي خلاص، يعني التزايد بس اللي انا بعمله ده في العمود التالت. بعد كده هعمل 4 سلسلة، وهشتغل فوق كل عمود بلفة. والسطر بقى بقيته هيبقى بنفس التسلسل دوت. خلاص هيبقى بنفس الطريقة ديت. هنكمله وارجع لكم تاني. ماشي خلاص كده انا خلصت السطر. هبدأ بس اعمل اخر 4 سلاسل عندي، وهقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة في اول سلسلة من ال3 سلاسل اللي انا بدأت بيهم السطر. بعد كده هطلع ب3 سلاسل زي ما انتوا شايفين، وهعمل فوق العمود عمود بلفة. ماشي. بعد كده المفروض اللي انا هعمل 3 سلاسل. عملنا اهو سلسلتين. هفك شوية بس من الخيط كده ونكمل. فاضل سلسلة عملناها اهوت. وبعد كده هنشتغل فوق الأعمدة ديت عمود بلفة لحد ما نوصل للفراغ اللي هو مكون من 3 سلاسل. اشتغلنا العمود الأول، فوقيه عمود بلفة، التاني اهوت، بعد كده التالت. بعد كده احنا كده وصلنا اهوت للفراغ اللي فيه 3 سلاسل. المفروض ان احنا هنعمل 3 سلسلة. ماشي. وهدخل في الفراغ ده اعمل فيه عمود بلفة. ماشي. بعد كده اعمل 3 سلسلة. بعد كده اعمل فوق كل عمود بلفة برضو. نركز بس في الحتت دي عشان ما نتلخبطش. يبقى عملنا كده فوق كل عمود بلفة. بعد كده هنعمل 3 سلسلة. ماشي. وهننقل على العمودين دول وهنعمل فوقيهم عمود بلفة. خلاص كده الموضوع تمام اهوت. اظن كده واضح. ماشي. المفروض كده برضو بنفس الطريقة هنبدأ نعمل 3 سلاسل. انا هشتغل معاكم واحدة كمان. هنبدأ نعمل اهو 3 سلاسل، وهنعمل برضو فوق كل عمود زي ما انتوا شايفين عمود بلفة. ماشي. لحد ما وصلنا للفراغ دوت اللي هو بين المجموعات من الأعمدة. عملنا 3 سلاسل، دخلنا في الفراغ نعمل فيه عمود بلفة. ماشي. بعد كده نعمل 3 سلاسل تانيين. بعد كده نعمل فوق كل عمود بلفة. بعد كده نعمل 3 سلاسل ونروح على ال2 عمود بلفة. وبكده يعني انا هكمل بقية السطر بقى وارجع لكم مرة تانية ان شاء الله. طيب انا كملت باقي السطر كده وقفلته. بعد كده هطلع ب3 سلاسل. ماشي.
وبعد كده هشتغل في اول عمود دوت عمود فوقيه عمود بلفة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة ماشي، واول 3 عمود بلفة دول هشتغل فوقيهم برضو 3 عمود بلفة عادي خالص ماشي. بعد كده هشتغل 2 سلسلة ماشي. وبعد كده فاكرين العمود اللي احنا عملناه ما بين المجموعات دوت اللي هو العمود الفرداني، هشتغل فوقيه 5 عمود بلفة. خلاص، يبقى العمود الفرداني ده انا هشتغل فوقيه 5 عمود بلفة. بعد كده بعد ما اخلص يعني ال5 عمود بلفة اهوت كده، ده اخر عمود بلفة اهو معايا كده 5 كملوا. بعد كده هشتغل 2 سلسلة عشان هنقل بقى على ال3 عمود بلفة دول، هعمل فوق كل عمود فيهم عمود برضو ماشي. بعد كده بعد ما اخلصهم ان شاء الله خلاص كده اهوت هعمل 2 سلسلة ماشي، وهنقل على العمودين دول وهعمل فوق كل واحد فيهم عمود بلفة. شوفوا بنفس التسلسل ده كده احنا هنكمل بقية السطر. خلاص ماشي، هكمل بقية السطر وارجع لكم تاني. انا خلصت السطر اهو زي ما انتوا شايفين ماشي. السطر اللي جاي ده هو تقريبا اخر سطر ماشي. هنطلع ب3 سلسلة بنفس الطريقة، وبعد كده هنشتغل في العمود دوت فوق عمود بلفة. بعد كده هنطلع بسلسلة واحدة وهننقل على طول على ال3 أعمدة بتوعنا دول، وهنشتغل فوقيهم 3 أعمدة برضو. خلاص كده انا خلصت اهو 3 أعمدة ماشي. بعد كده هعمل سلسلة واحدة وهنشتغل فوق العمود الاول دوت من ال5 أعمدة، هنشتغل فوقيه عمود، وهيبقى تقريبا هو تكرار لنفس السطر دوت اللي انا بشاور لكم عليه ده. بعد كده في العمود التاني هنشتغل عمود برضو. في العمود التالت دوت هنشتغل فوقيه عمود. بعد كده 3 سلسلة ماشي اهوت زي ما انتوا شايفين، او هنشتغل مش 3 سلسلة بقى، هنشتغل سلسلة واحدة عشان ده اخر سطر بالنسبة لنا. فهنشتغل عمود 3 سلسلة عمود ده في العمود التالت. بعد كده في العمود الرابع هنشتغل فوقيه عمود. في العمود الخامس برضو هنشتغل فوقيه عمود ماشي. بعد كده هنعمل سلسلة وهنشتغل فوق ال3 عمود دول فوق كل واحد فيهم عمود بلفة. اتمنى اللي يكون الشرح واضح. انا حاسه ان انا سريعه شويه، ولكن يعني ان شاء الله يكون الموضوع هو تسلسل كده، فان شاء الله يكون مفهوم. بعد كده ما خلصنا ال3 اعمده اشتغلنا سلسله، وبعد كده نقلنا على العمودين اشتغلنا فوق كل عمود فيهم عمود بلفه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هكمل بقيه السطر وارجع لكم تاني. كملت اهوت. بعد كده هقص الخيط ماشي، وهبدأ اوصل بقى الخيط اللي هو التاني اللي هو باللون الاصفر. هاخد طبعا النهايات ديت معايا، هبقى هنضفها يعني هنضفها اول باول. اتمنى الفيديو ما يكونش طويل، ولكن انا حاولت يعني ان انا اسرع الفيديو بقدر المستطاع. يعني هوصل اهو الخيط. بعد كده هبدأ اشتغل غرزة حشو ماشي. طيب اول فراغ دوت ماشي زي ما انتوا شايفين كده انا هشتغل فيه غرزة
حشو عادي خالص، وهشتغل برضو فوق كل عمود كده غرزة حشو. ماشي لحد ما نوصل للفراغ اللي بعد التلات عواميد دول. هقولكوا هتعملوا فيه ايه. بصوا الفراغ دوت هنشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده ماشي الفراغ ده والفراغ ده اللي بشاورلكوا عليه ده ودوت 3 فراغات دول هنشتغل فيهم غرزة حشو، بعد كده سلسلة، بعد كده غرزة حشو في نفس الفراغ هو. انا قصيت اللي هي الفتلة الصغيرة دي. ماشي بعد كده نفضل برضو نشتغل غرزة حشو في كل عمود لحد ما نوصل للفراغ اللي بعده اللي هو ده، هنشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده سلسلة، بعد كده غرزة حشو. ماشي برضو نشتغل في الأعمدة كده زي ما انتوا شايفين لحد ما نوصل للفراغ التالت. ماشي تقريبا وصلنا له. هنشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده سلسلة، بعد كده غرزة حشو في نفس الفراغ هو. يبقى بس الفراغات دي اللي هي مختلفة، لكن ما باقي الفراغات ماشي اللي هو الشكل الهرمي ده هو بس اللي بيبقى فيه اختلاف. ما باقي الفراغات لحد ما نوصل لنفس الشكل هو بيبقى بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين عادي، اللي هو غرزة حشو عادية خالص. كده وصلنا لل3 سلسلة بعد ال3 سلسلة جاء معانا برضو الفراغ ال3 دول اللي احنا نشتغل فيهم بنفس الطريقة. ماشي لو في حاجة مش واضحة فياريت تكتبولي تحت في الكومنت وانا اوضحها لكم كده على جنب خالص في فيديو لوحدها على شورتس. خلاص كده انا خلصت وبقص ماشي ببدأ انضف الخيط اللي باقي معايا. ماشي بحاول ادخله كده ورا الشغل بتاعي بحيث ما يبانش. وكمان لو عندك اللي هو اللزق مثلا او اللزق اللي هو بتاع القماش دوت هيبقى حلو جدا، او ممكن مثلا حتة غيرة صغيرة كده ترشيها على المكان دوت هتلاقي الدنيا مسكت معاكي وهتبقى جميلة جدا يعني. ماشي هوريكم كده الشكل النهائي ان شاء الله. بس ما تنسوش اللي انتوا لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش اللي انتوا تدوسوا على اللايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ماشي هنقص الجزء اللي فاضل دوت، وبإذن الله يعني لما تنفذوه ياريت تبقوا تصوروه كده وتبعتوهولي. ماشي وبقوا تابعوني برضو على انستجرام، انا بنزل فيها حاجات كتير من الشغل بتاعي. ده كده المفرشين اللي انا عملتهم، اتمنى اللي هم يكونوا عجبوكم.